السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض أحلى وافل بطريقة سهلة وسريعة جميلة جدا والأطفال بقى يحبوه جدا. يلا بينا نشوف الطريقة هتعمله ازاي. معايا هنا كوباية ونص من الدقيق وبيكنج باودر و3 معالق من سكر بودر ونص كوباية من النشا وفانيليا وربع كوباية من الزيت وكوباية لبن وذرة ملح و3 بيضات. هجيب بقى بولة كده وهنزل بالبيض 3 بيضات كده، وهنزل عليهم بقى بسكر البودرة ونقلب حلو قوي كده، وهنزل عليهم بالفانيليا. لو ما عندكيش الفانيليا اللي هي السايلة ديت ممكن اللي هي البودرة. عايزة اقول لك بقى طعمه وريحته تحفة. تقلبي حلو قوي كده بالمضرب. لازم نقلبه حلو لغاية الفوم بتاعه ايه ما يظهر معانا كده، نلاقي فقاقيع كده من فوق. هجيب بقى كده كوباية اللي ايه الزيت، اللي هو ربع كوباية من الزيت، وهنزل برضو عليهم وايديا برضو فيهم واقلبي حلو قوي. بعد كده بقى هنزل بالباكو بيكنج باودر في المصفى وكوباية ونص من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا وننخلهم حلو قوي. لازم ننخل الدقيق بيدينا نتيجة حلوة قوي، وعليهم ذرة الملح. سهلة وسريعة ومش هتاخد منك وقت خالص. حاجة كده حلوة لأولادنا في أقل من ثواني نعملها لهم. بعد ما نخلنا كده دقيق حلو بالمضرب بقى كده ونقلبهم تقليبة برضو حلوة. هنزل عليهم كده بكوباية من اللبن وإيديا برضو فيهم، سريع كده ومفيش أي خطوات صعبة، واحدة واحدة اهو مع بعض. بس هو الصوم كده حلو، لا تخين ولا خفيف. معايا هنا المكنة بتاعت الوافل، أنا دهنتها بالزيت حاجة بسيطة كده بالفرشة، وهنزل بقى بالكبشة كده واحدة واحدة. وهنزل بقى كده بالإيه أغطيها توزع كده الدقيق كده حلو. بس منظره عامل ازاي، محمص بقى وتحميصه تحفة، وريحته والله العظيم يتاكل كده حاجة، ريحته جميلة جدا، ولا فيه بقى ريحة البيض ولا أي حاجة، وهش كده وجميل. نعمل اتنين تاني كده مع بعض اهو، ولا لازق بقى ولا أي حاجة. بس خطوة إن أنت تدهني المكنة بزيت حاجة بسيطة كده يطلع معاكي جميل جدا. أي حشوة بقى عندك عايزة تحشيها أحشيها، ده اختيارك انت. أنا عندي هنا شوكولاتة نوتيلا، عندي هنا حلو كده. أي بقى فاكهة عندك حطي كده ودلعي بقى الوافل كده وإيه، وأكلي ولادك أحلى وافل. أنا عندي هنا فراولة، حط كده كام واحدة كده. بصوص برضو الفراولة كده عليها. وعندي برضو موز، أحط كده. وأجيب بقى صوص برضو الكراميل عليه كده على الموز. التزويق برضو ده بتاعك انت، مش شرط تعملي زي كده، يعني أي حاجة عندك اعملي. برضو هعمل التالتة كده نفس الحكاية. رص برضو الموز كده.
بص كده برضه، وهحط عليها واحدة الوافل وهقسمها نصين بعد ما ازوقها كده كراميل كده. بس هعمل ازاي؟ ايه رأيك بقى؟ يلا بقى جربيه كده وقولي لي ايه رأيك في الكومنتات. متنسينيش بقى يلا باللايك والشير. واتمنى يا رب يكون فيديو سهل وسريع على قلبكم يا رب، واشوفكم على الف خير في رعاية الله حبايبي.